فرنسا ستراقب البحر بالكاميرات منعاً للهجرة الغير شرعية. أعلنت السلطات الفرنسية أمس السبت أن 76 كاميرا ستراقب البحر في شمال فرنسا من الجو بواسطة طائرات بدون طيار، في إطار تعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية نحو بريطانيا. استخدام كاميرات المراقبة سيستمر لمدة 3 أشهر. كاميرات المراقبة هذه تهدف إلى مكافحة الإتجار بالبشر وعبور الحدود بشكل غير نظامي والمساعدة في الإنقاذ من الغرق. السلطات الفرنسية كشفت بأن عبور المهاجرين إلى بريطانيا عن طريق البحر أصبح أكثر خطورة، لأن المهربين يضعون أعداداً كبيرة منهم على متن قارب واحد. وتشير التقارير إلى أن نحو 80,000 مهاجر وصلوا إلى بريطانيا قادمين من فرنسا عن طريق البحر في عام 2022. وستكون الكاميرات التي ستحملها طائرات بدون طيار قادرة على مراقبة الشريط الساحلي بعمق 5 كيلومترات.